السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير، وان شاء الله المواد الغير مضافه تكون علمتكم ازاي تقفوا في اللجنه، وتكون اديتكم ثقه اكبر في نفسكم ان هو عادي ان انت تروح تمتحن، وانها زي كل الامتحانات عادي ما فيهاش حاجه، واللجنه زي كل اللجان، والتفتيش طبيعي وكل حاجه طبيعيه، واديتك ثقه اكبر في نفسك. مهما كنت حليت حلو او وحش قول الحمد لله وركز في اللي جاي. معسكر مراجعه العربي. لو ما تعرفنيش، معاكم مصطفى محمد، ثانويه عامه 23 وحاليا طب بشري. يلا بينا نبدا الفيديو. قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس وتشير الفيديو لاصحابك عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. يلا بينا. بص يا صديقي، الفيديو ده هينزل لك يوم ما انت تكون مخلص الامتحانات الغير مضافه، هيكون يوم الاربعاء. يوم الاربعاء دوت هتروح بعد الامتحان تريح شويه، تنام، تعمل اللي انت عايزه. هتصحى مثلا على الساعه 8، تبدا يومك من الساعه 8. معاك من الساعه 8 يوم الاربعاء لحد يوم السبت. اولا هتبقى مراجعه العربي مراجعه خفيفه جدا، مش هيبقى هو مذاكره عربي بس، وهتذاكر مواد تانية. انا بفضل ان انت تذاكر الفيزياء. انا شفت الجدول بتاعك، الفيزياء هي اكتر ماده مظلومه في الجدول بتاعها. فانت هتراجع مثلا معاك 3 ايام، اربع خميس جمعه، هتراجع فيهم، او مثلا خميس جمعه سبت هتراجع فيهم اول 3 بيبان فيزياء. اول 3 بيبان بس، لان دوت اهم 3 بيبان فيزياء حرفيا. بيجيب في الباب الثالث، وبالذات في الباب الثالث اسئله كتير جدا، وبيركز عليه وبيربط ما بينهم. فانت لازم تهتم بيهم كويس قوي، لان وقت الفيزياء مش هتبقى معاك وقت ان انت تلم كل البيبان في ال3 ايام، لان هم 3 ايام. فيفضل ان انت تراجع فيهم فيزياء. طب انا خلاص مراجع الفيزياء اصلا، مش عايز اراجعها، خلاص راجع اي ماده انت واقع فيها. مواد انت كنت مراكم منها حاجات، بيبان واقع منك، اي حاجه مثلا كيمياء، فيزياء، احياء، انجليزي، اللغه التانية، اي حاجه غير العربي. وهتذاكر العربي برضه، هقول لك تعمل ايه. فكده خلاص قلنا ان احنا هنذاكر ماده تانية غير العربي في ال3 ايام دول. بس انا بقول لك الافضل تذاكر فيهم فيزياء لو انت مش مظبط الفيزياء، انما لو مظبطها ممكن تذاكر اي ماده تانية واقع منك فيها حاجات. طب انا في ال3 ايام دول هسيب العربي؟ لا، هتمسك عربي برضه. هتذاكر عربي ساعه ونص، ساعتين هتدخل في الجدول بتاعك، لان في ال3 ايام دولت انا هقول لك تعمل ايه. انت هتيجي على نفسك ال3 ايام الاولى في الجدول ده. يعني مثلا كنا احنا عاملين معسكر قبل كده بتذاكر فيه 16 ساعه، هتمشي بنفس النظام، اللي هو هتنام الساعه 11 تصحى الساعه 5، ومن 5 لازم تكون مظبط نومك. مهم جدا في الفترات بتاعه الامتحان تكون مظبط نومك، بتعرف تركز، لان الفكره في الثانويه العامه في الامتحانات ان انت تكون بتعرف تركز في الامتحان. ده تريك كبير جدا في الامتحان، لان كل الناس بتبقى رايحه مذاكره، كل الناس حله، بس مش كل الناس بتعرف تركز. فانت لازم تكون مظبط نومك كويس، تصحى بدري، لان انت بتمتحن الصبح. فواحد ما يقولش انا بسهر، اللي بيسهر ده بيظبط مخه ان هو يركز بالليل. فانت كده هتروح الامتحان انت بتمتحن الصبح، فحاول تبقى مظبط نومك ان انت تصحى بدري وتبدا مذاكرتك. طب صحيت الساعه 5 هعمل ايه؟ هتقعد من 5 لحد الساعه 11 بالليل بتذاكر. تقعد تظبط نفسك بقى ان انت تذاكر الحاجات اللي متراكمه عليك، زي ما انا قلت، يا فيزياء يا اي حاجه واقعه منك. تشوف اي حاجه واقعه منك وتلمها في ال3 ايام دول، اللي هو لحد قبل العيد. وهتحط معاهم ساعه، ساعتين، 3 ساعات عربي. كان مستر محمد صلاح منزل هيبدا من يوم الخميس بكره ساعه ونص. هو مستر محمد صلاح ممتاز جدا، وانا كنت حرفيا فارق معايا جدا في العربي، واسئله كتير جدا من اللي كان بيحلها جت في الامتحان فعلا، وحرفيا نفس الشرح اللي هو شرحه لقيته تاني يوم في الامتحان. فبجد نصيحه مني، ممكن تراجعوا معايا. هو كده كده المراجعه بتاعته هينزلها اونلاين كامله ومجانيه، وهحط لكم اللينك بتاع المراجعه بتاعته تحت في الديسكربشن، وهحط لكم لينك الفيديو اللي بيشرح فيه هو هيعمل ايه في المراجعه. فمستر محمد صلاح هينزل يوم الخميس بكره ساعه ونص، هيلم فيها الادب كله دوت، ممكن تسمعها ويبقى كده مذاكرتك للعربي. تاني يوم اللي هو الجمعه هينزل فيديو 3 ساعات تقريبا او 4 ساعات، ده هيلم فيه النحو كله، ده ممتاز جدا. فدوت برده ممكن تحطه في الجدول بتاعك. وباقي الوقت هتذاكر فيه المواد التانية. يعني مثلا لو انت بتذاكر 16 ساعه، 4 ساعات منهم عربي و12 ساعه للمواد التانية، فده كويس قوي. طب خلاص خلصنا الاربعاء والخميس والجمعه، جه السبت. السبت دوت هيكون يوم نص نص. هتذاكر، هتبدا بقى خلاص تزود عدد ساعات العربي كتير، وتشوف لو في حاجات خفيفه واقعه منك تذاكرها، بس عدد الساعات الاكتر هيبقى للعربي. خلصنا السبت، بدانا بقى في الجد. يوم الاحد دوت الاستراحه بتاعتك، استراحه محارب، لان هو ده اول يوم العيد. وصلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نفرح في العيد، يعني ان انت تفرح في العيد ده انت هتاخد عليه ثواب. فانت تخيل كرم ربنا، انت بتفرح فتاخد ثواب. فدوت يوم تعمل فيه اللي انت عايزه. عايز بقى تخرج تعمل، بس يفضل مثلا ان انت ايه اليوم دوت تقعد بقى هادي كده، تقعد تجمع نفسك، ملهاش علاقه بالمذاكره، ما تفتحش كتاب. انا بقول لك ما تفتحش كتاب في اليوم ده. لو انت هتسالني انا عملت ايه، انا الصراحه ما قدرتش امسك نفسي، فتحت كتاب مثلا على بالليل قبل ما انام ساعه ساعتين كده وذاكرتهم. بس عادي ما كانوش فارقوا معايا، كان ممكن اذاكرهم في وقت تاني. اليوم دوت بتاعك، اعمل اللي انت عايزه. عايز تخرج تقعد تتفرج بقى على اي حاجه بتتذبح، تلف براحتك، تقعد مع اهلك، تقعدوا تتفرجوا على فيلم، اي حاجه عايز تعملها اعملها في اليوم ده. دي الاستراحه بتاعتك تحت مسمى استراحه محارب. وصح، نسيت اقول لك، لو انت تقدر تحل شوامل تبدا تحلها من يوم السبت، ما تحلش من النهارده او بكره او بعده. من يوم السبت تبدا تحل شوامل، تبدا تحل شوامل، لان انت الشوامل في العربي حاجه عامله شبه المتحرر، لان كده كده انت الشامل بتاعك هيبقى متحرر. فدوت غير المواد التانية شويه، لان المواد التانية لازم تكون مخلص مراجعه وبعد كده تحل شوامل. لا، ده اصلا الشامل بتاعه ان انت اصلا بتحل متحرر. فهتحل الشامل يوم السبت عادي، اول شامل ليك. يوم الاحد زي ما قلنا استراحه. يوم الاثنين بقى هتبدا تذاكر كل اللي وراك حرفيا، تبدا تذاكر من كل الفروع، الحاجات اللي واقعه منك.
ممكن تلف على المنهج كله تظبط الجدول. مستر محمد صلاح عامل جدول ممتاز جدا ان انت تلم المنهج كله، وبيفتح لايف كل يوم الساعه 8، وفي ايام هيفتح لايف من الساعه 5، وفي ايام هيفتح لايف اليوم كامل. هحط لكم اللينك والتفاصيل بتاعته، الصراحه ممتازه. انا سمعت الفيديو بتاع السنه دي، ممتاز جدا الجدول اللي هو عامله. الكلام ده لو انت عايز تمشي مع المدرس. لو انت اصلا المدرس بتاعك عامل جدول، خلاص امشي مع المدرس بتاعك لو انت بتفهم منه ومستريح معاه وكل حاجه تمام. انما لو انت بتدور على مدرس، مستر محمد صلاح ممتاز، مستر رضا الفاروق ممتاز، المدرسين دوت بجد ممتازين جدا، واسئلتهم بتبقى قريبه جدا للامتحان. وصلنا اليوم الاثنين زي ما قلت، خلاص بقى بدات ان انت تشوف اي حاجه واقعه منك في العربي وتقعد تلم فيها. اي جزء انت كنت مقلق منه تقعد تلم فيه، ولازم تحل كتير جدا، حل متحرر كتير جدا. اي حاجه قدامك متحرره حلها، صور. حتى لو معكش الكتب خلي واحد صاحبك يصور لك، او تحلهم من على التليفون. تجيب مثلا اسئله كذا، وانا هنزل لكم اصلا كتاب كيان على الجروب بتاعنا على التليجرام، هحط لكم الاسئله بتاعته، وكل هحاول اظبط لكم جروب التليجرام، وهتابع معاكم عن كل التفاصيل على جروب التليجرام والانستجرام في الستوريز. فبرضه مهم تكون متابعين عليهم، هتلاقي اللينك تحت في الديسكربشن. طب اصلا اذاكر عربي ازاي؟ بص، مذاكره العربي لازم حل، لان العربي بيبقى كله متحرر. فانت بص، هتجيب القطعه بتاعتك هتحلها، الحاجات اللي مش هتعرفها هتدور عليها، هكذا تبدا تحل كتير، والحاجات اللي هتقف معاك تحلها. وطبيعي جدا هتغلط في الفتره دي كتير جدا، طبيعي ان انت تغلط. انا في فتره المراجعه غلطت كتير جدا في الامتحانات. في الاخر هتلاقي نفسك بتلم درجات كتير، يعني هتلاقي نفسك في اخر الامتحان غلطت 3 درجات 4 درجات 5 درجات، انما في الاول ممكن توصل ل 20 درجه عادي. فعادي ان انت تغلط، وزي ما قلت لازم حل، اي حاجه لازم تحلها. طب انا احل نحو ازاي؟ بص، النحو هتحله ان انت اولا هتراجع الباب مراجعه سريعه، ان هو قرايه بس، هتفتكر نفسك بالقواعد مش هتذاكرها بالتفصيل. بعد كده تروح تحل على الباب ده، الحاجه اللي تقف معاك تروح تجيب القاعده بتاعتها تذاكرها بالتفصيل، انما مش تقعد كل شويه تذاكر بالتفصيل وبعد كده تروح تحل وهتقف معاك حاجات وبعد كده ترجع تاني. لا، انت هتراجع مراجعه سريعه وبعد كده حل، وبعد كده ترجع بقى للنقط اللي انت وقعت فيها. والطريقه ديت نفعت معايا جدا وخلتني الم العربي اسرع، لان انت كده في الحاجات اللي انت عارفها خلاص هتعديها، والحاجات اللي مش عارفها هي اللي هتذاكرها. طب اذاكر نصوص متحرره وقراءه متحرره ازاي؟ بص، لازم تركز على الكلمات اللي انت مش هتعرفها، بالذات في النصوص المتحرره، لان النصوص المتحرره لازم انت تكون فاهم البيت عشان تعرف تحل. هتفهم البيت انت ما فهمتوش في كلمه انت مش عارفها، ابحث عليها واحفظ معنى الكلمه. هتبحث عليها في المعجم، هتحفظها تكتبها بقى في الكراسه بتاعتك او السكتش بتجمع فيه كلمات، او مثلا تعمل خط تحتيها في القطعه اللي انت كنت بتحل تكتب المعنى جنبها عشان تحفظها. اي حاجه، بس المهم تبحث عن الحاجه اللي انت هتقع فيها. انما تقعد مثلا ما تحلش وتقول اعمل ايه في القراءه المتحرره، لا، القراءه المتحرره اسمها متحرره. يعني انا مش هقول لك مثلا روح ذاكر كذا عشان تعرف تحل، لا، انت لازم تحل وتغلط عشان تعرف تحل. هتمشي بالطريقه ديت زي ما قلنا، كل يوم تحل شامل، تشوف الحاجات اللي واقع فيها، تحل قطع متحرره، تحل اي حاجه تقع فيها تروح تراجعها. الطريقه ديت هتمشي فيها الاثنين والثلاث والاربع والخميس. يوم الجمعه دوت اليوم بتاعك اللي هو اليوم المفتوح، هتفضل بقى تشوف اي حاجه واقعه منك، اللي هو تجيب من هنا او من هنا وتحل اي حاجه، اي حاجه قدامك تحلها، لان اليوم ده خلاص انت تاني يوم الامتحان. هتيجي بالليل مثلا على الساعه 10، انت اخرك 10، لازم تكون في السرير الساعه 10، لان انت هتنام تصحى الساعه 6 مثلا، لازم تكون واخد كفايتك في النوم. طب احنا اصلا كنا في الاول ماشيين بنظام ان انا بنام من 11 لحد 5 مثلا، لا، انت في الفتره بقى من بعد يوم الاحد اللي هو الاجازه بتاعتك هتمشي تنام عادي، هتنام 8 ساعات، لازم تنام 8 ساعات، لازم مخك ياخد كفايته من الراحه في الفتره اللي قبل الامتحان عشان تكون مركز في الامتحان. ما تجيش بس تنام كويس في اليوم اللي قبليها، لا، قبلها بكام يوم، مثلا قبلها باربع ايام او 3 ايام تنام 8 ساعات، من 7 ل 9 ساعات ممكن تنامهم عادي، وتصحى تذاكر. انما احنا ضغطنا في اول 3 ايام عشان دوت خلاص لسه بعيد عن الامتحان، ولازم تلم فيهم اكبر كميه عشان تبدا بقى خلاص في العربي. فانت خلاص بقى يوم الجمعه دوت هيجي عليك الساعه 10، خلاص تقفل، ما خلصت مخلصتش، مفيش حاجه اسمها اللي هو ايه اذاكر مثلا خلاص فاضل لي نص المنهج. طب ما هو انت لو ذاكرت نص المنهج وما نمتش هتصحى تاني يوم معكش المنهج كامل، انما خلاص انت وصلت للساعه 10 ومعاك نص المنهج، هتروح تحل بنص المنهج. انما لو ما نمتش كل حاجه هتضيع، فلازم تنام كويس قوي. نقطه النوم بتفرق كويس قوي، حتى واحنا في الكليه لما ما بننامش بنبقى مش شايفين قدامنا حرفيا، مش حاجه انا كنت ممكن اكون عارفها وحافظها كويس قوي، اشوف الامتحان انسى كل حاجه. فلازم نقطه النوم اهم حاجه. وان شاء الله ممكن اعمل لكم فيديو تاني عن الحاجات ديت، وان انا اجمع معاكم برضو واتابع معاكم الفتره اللي جايه في الفيديو، بس مش عايز اضيع وقتكم، فهتابع اكتر على التليجرام وعلى الانستجرام. بس ان شاء الله هحاول اعمل لكم فيديو في الحاجات اللي واقع فيها، فانتوا شوفوا الحاجات اللي انتوا واقعين فيها واكتبوها لي تحت في الكومنتات، او تبعتوها لي على التليجرام او تبعتوها لي على الانستجرام، وانا هجمعها كلها واعمل لكم فيديو قبل الامتحان ان شاء الله، فتره كويسه ان انتوا تعرفوا تظبطوا الحاجات اللي واقعه. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو، مش عايز اطول عليك اكتر من كده عشان ما اضيعلكش وقتك. وزي ما قلنا عادي ان انت تكون بتغلط، واهدى وركز، مش مهم اللي عدى، سواء حليت في الغير مضاف وحش او حل الامتحان كان سهل الامتحان كان صعب، خلاص عدى، تركز في اللي جاي. مهما غلطت طبيعي ان انت تغلط، حتى لو كنت بتغلط كتير جدا ده طبيعي، فركز في الامتحانات ان انت خلاص انت بتجمع خلاص الحاجات اللي واقعه. طب ما هو مثلا الواحد بيغلط يقعد يقول لي انا بغلط ومش عارف اعمل ايه، طب ما انت حاول بقى تحسن في نفسك الفتره اللي جايه، على الاقل لو انت كنت بتغلط 20 غلطه دلوقتي تغلط في الامتحان 10، ممكن هتغلط برضو بس تحسن نفسك كتير جدا. الناس اللي بتقول مش هلحق، طب ما هو انت اعمل على اي حاجه تلحق تلم اي حاجه،
مش شرط تلحق تلم كل حاجه، بس تزق نفسك، تزق في مجموعك. الحاجات دي بتفرق كتير جدا. ان انت تفقد الامل في الفتره ديت وما تذاكرش والحاجات دي، ده اللي بيوقع الناس كتير جدا بتفقد الامل لما تلاقي نفسها خلاص ده فاضل على الامتحان اسبوع وانا بغلط. طبيعي جدا ان انت تغلط، كلنا بنغلط. اهدى كده وقرب لربنا اكتر، وادعي كتير جدا في الفتره ديت. الايام اللي احنا فيها ديت مفترجه والدعاء فيها مستجاب ان شاء الله. ما تنساش تدعي كتير وتقرب لربنا وتصلي، ودايما صلي الصلاه في وقتها. اول ما الاذان ياذن ان شاء الله كنت بتعمل ايه، لو انت في نص السؤال ما تكملوش، قوم اتوضى وصلي وارجع. هتلاقي نفسك اصلا فقت اكتر، وتلاقي نفسك خلاص بقيت قادر تذاكر وقادر تحل. ما تاجلش الصلاه لاي سبب كان. بس كده، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتبعته لصاحبك عشان لو يستفاد منه، تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اي حاجه جديده في وقتها. وان شاء الله بحاول انزل لكم على كل ماده تعمل ايه وتذاكر ايه بالظبط، وجدول ليها. وممكن مثلا اعمل لكم جدول على جروب التليجرام اللي هو تذاكر يوم كذا جزء كذا وجزء كذا. لو انتوا عايزين قولوا لي برده في جروب التليجرام او قولوا لي في الكومنتات، وهعمل لكم دوت ان شاء الله. هتلاقوا اللينك بتاع جروب التليجرام تحت في الديسكربشن، وهتلاقوا برده لينك الانستجرام تحت في الديسكربشن. وبس كده. ودايما افتكر ان انت ان تصل متاخرا خير من ان لا تصل ابدا. فعادي ان انت تكون متاخر، بس كويس ان انت وصلت.